كوكو البنات، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. فيديو اليوم باش نشارك فيه معكم شوية من الروتين متاعي، باش نشارك معكم الصباح كيفاه تعدى عندي. اليوم صوتي متبدل شوية، صوتي تعب شوية خاطرني مستبردة. ولدي حسيلو مرض بالقريب ومرضني معاه. الحمد لله والشكر لله، هو معنا صباح لاباس خاطر استعملت له الدواء واستعملت له كل شيء. مازال عنده شوية كحة وكهوة وتعدت الأمور لاباس بفضل ربي سبحانه. وأنا مشيت للطبيب، أما باقي مازال تعبة شوية خاطر قريب جاني قوي. وصدري هو أكثر حاجة معناها اللي ما التو ما حبش يبرى. بغيف. كما قلت لكم في أول فيديو، اليوم باش نشارك معاكم شوية من الروتين متاعي، وهوني هزيت ولدي وصلته للسكولا وتعديت باش ناخذ شوية قضيات، شوية مش برشا، حبيت نعمل طلة غادي وناخذ شوية سلاطة وحاجات. وبالطبيعة لقيت الحاجات المزيانين هذوما، ما نجمش نلقى حاجة مزيانة كيف هكا وتشد انتباهي بالطريقة هذه وما نصورها لكمش. شوفوا هذه الجيتارة اللي جايبينها تقتل كديكوراسيون، ياسر مزيانة. تعرفوا في النطالي متاعهم هكا في راس العام هكا يهديوا برشا الهديات لبعضهم. وهذه الجيتارة عاملينها ب65 اورو، اللي فيها الشراب متاعهم. كان جات فيها برفارة انا راني خذيتها من كثر ما عجبتني. جايبين برشا حاجات، اما انا اكثر حاجه شدت انتباهي هيك. وهوني تعديت باش ناخذ السلطه، نقصتني في الكوجينه، خديت السلطه هذه اللي مستنسه ناخذها. خديت زاده البسباس يعجبني برشا، بنين يتاكل حتى كيكه وحده. زاد لقيت الحوت هذا الوراطه، لقيتها عاملين فيها 50%، وخديت كعبه واحده خاطرها كبيره ما شاء الله. فيها تقريبا 700 غرام. الصغرون ما ياكليش الحوت هذاك، ياكل كان الكروفيت ولا نبدل ناخذ له حاجه اخرى كيف نعمل حوت. وخذيت زاده خبز التوست هذا اللي نفطر به الصباح، والا هكا كيف نجوع في اخر وقت ناخذه منه ترانش وهكا ما يسمنش وما يعمل حتى شيء. عاملينه خبز قمح قمح. يعجبني حتى البنه بنين، وللناس اللي يعملوا في الرجيم ننصحهم بالخبز هذاك، راهو ياسر بنين وما يعملكم شي لا سمن ولا كرش ولا حتى شيء. رجعت للدار، تكيت شوية، خذتني عيني، رقدت تقريبا، عملت ساعة ونص ولا ساعتين. بحكم الطقس بارد شوية حسيلو هيك ركشت على الديفان رقدت. وهوني باش نعمل معاكم الروتين نتاع وجهي. الحقيقة ما كانش في البروجرام باش نصور، اما حبيت نتشجع بيكم، نهز روحي شوية على خاطر اذا كان باش نكثر في النوم باش نزيد نعرف روحي، باش نزيد نتعب اكثر، وباش يزيد القريب حسيلو ما يسيبنيش. المفيد حبيت نعمل معاكم شوية روتين هكا باش نتشجع بيكم وباش نقوم بالفرج. اول حاجه خذيت القطنات هذوما باش نعمل بيهم، نمسح بيهم وجهي بموزيل المكياج اللي قلت لكم المره اللي فاتت ما نستغناش عليه بالكل. الصباح كيف خرجت عملت الكريم سولاري هيك، علاش حبيت ننظف وجهي بالباهي بالباهي، وحتى من غير ما تبداو عاملين حتى شيء ننصحكم بيه. هذاك موزيل المكياج نتاع غارنير، راهو طياره على الاخر، ديما تحسوا وجهكم نظيف وتحسوا بوجهكم ما فيش حتى حاجه هيك يبدا نظيف يعمل كيف. اتعديت هوني وخذيت الجيل اللي نغسل بيه وجهي. وبالطبيعه تستعملوا اي نوع غسول متاع وجه اللي مستنسين بيه واللي متعودين تغسلوا تنظفوا بيه وجهكم. استعملت زيت يديا باش هكاك ما نصعبه حتى على حد. وبعد ما كملت وغسلت وجهي بالباهي بالماء، توا زيدا كالعاده نعدي عليه القطنات هكا. كما تعرفوا القطن هذا يخلي الوجه نظيف وما يخلي حتى حاجه في الوجه. نحاولوا نشفوا حتى التنشيف نشفوا هكا بالقطنات هذوما، ينظفوا بالكدا وينحيوا كل حاجه، وفي ساعه حتى يشربوا الماء اللي في الوجه، ووجهنا كيك في ساعه يشيح، ونتعداو ديريكت للترطيب من غير ما نقعدوا نشيحوا في وجهنا. تعديت هوني وخذيت الدونت فريس هذا اللي مصنوع بالفحم. خذيته من اكوي سابوني. البنات اللي يعيشوا هوني في ايطاليا راهم اكيد يعرفوه. مازلت نجرب فيه هكا، علاش ما ركزت لكمش برشا على الاسم نتاعو، خاطر مازلت نجرب فيه اول مره نستعمله. الحقيقه حطينا عليه اللي هو ينحي البقع الصفراء من الاسنان. وكيف ما تعرفوا نشربوا برشا قهوه ولازم باش الصفوريه في الاسنان تقعد. وقاعدة نجرب فيه وكان طلع باهي بالطبيعة، نعطيكم عليه أكثر معلومات. وهوني تعديت ومن لوريال خذيت المرطب هذا اللي نستعمل فيه. تاخذوا أي مرطب تستعملوا فيه نتوما ومساعد لكم وجهكم. أنا هذا يعجبني برشا خاطر حتى ريحته ياسر بنينة وتعجبني على الآخر. وجربته الحقيقة باهي مش خايب حتى طرف.
المفيد. أي حاجة نحبوها تعطي نتيجة، أي حاجة يلزمنا نواظبوا عليها، مش كان كريمة ترطيب، أي حاجة إذا كان نحبوها تعطينا نتيجة وتعطينا نتيجة باهية يلزمنا نواظبوا عليها، وعلى قد ما نواظبوا عليها على قد ما تعطينا نتيجة باهية. أي حاجة نواظبوا عليها تعطينا نتيجة باهية. هوني تقريبا كملت وجهي، ويا سلام يا سلام بالحق على على الإحساس اللي نحسوه بعد ما ننظف وجهنا بالباهي ونعملوا له المرطب، إحساس ياسر مزيان. وتوا سايي كملت وجهي وباش نمشي ندخل الكوجينة ونعمل معاكم افطوري متاع الصباح. كما تعرفوا بادية في ريجيم الكيتو دايت، والحمد لله يعني عندي شوية عزيمة هيك، مازلت شادة روحي شوية، صحيح ساعات مبلبز شوية أما ديريكت نرجع، أما من بعد في ساعة نرجع. خديت هوني زوز متاع خبز التوست هذاك متاع القمح، على فكرة هذا راهو يقنع بالكدا، يعني كانوا نفطروا بيه الصباح. نقعدوا هيك ما نجوعوش حتى تقريبا لل11 ولا نص النهار وانتم ما يدورش بكم الجوع. خديت معاها كعبة أعظم هذه أو بيض، كل واحد كيفاش يقول له، قليتها في مغرفة واحدة زيت زيتونة ولا مغرفة صغيرة زبدة. انتم شنو تحبوا، إذا كان تحبوا الزبدة تنجموا تعملوا مغرفة صغيرة زبدة ولا مغرفة صغيرة زيت زيتون. وبالطبيعة تحطوا عليها الملح، حطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل أسود. خديت ترانشو دي متاع التوست اللي عملتهم بكري، خديت واحدة بركة خاطر حسيت زوز برشا. خديت عليهم كريمة الافوكادو، وهذه اللي تقنع زادة بالكدا وتشبعنا بالكدا وباهية برشا للريجيم تعرفوا. حطيت عليهم كعبة العظم هذه، وبالطبيعة تفوحها بالحاجات اللي تحبوا نتوما، تنجموا تحطوا حتى شوية هريسة إذا كان تحبوا الحر كيفينا. أما المستحسن بما أن نعملوا في ريجيم نمشيو على القواعد متاعو، ما فيهش هريسة هكا، علاش ما حطيتش الهريسة. واول حاجه بالطبيعه بعد ما حضرت افطوري توا باش ناخذ كاسين الماء اللي نبدا بهم نهاري، وحتى قبل حتى من غير ريجيم كاسين الماء استانست بهم الصباح الحقيقه، ياسر يعطيو طاقه ياسر مزيانه للبدن. صبيت عليهم هوني كاس الماء سخون، يبدا دافي مش سخون برشا، وحطيت عليهم ترانش القارص. وبالطبيعة قهوتنا متاع الصباح اللي ما نستغنيوش عليها بالكل. تنجموا تحطوا فيها شوية سكر، اللي مش مستانس بالقهوة من غير سكر تنجموا تحطوا فيها شوية سكر، وإلا تحطوا فيها الحليب. إذا كان حطيتوا الحليب المستحسن في الرجيم ما تحطوش السكر، وإذا كان حطيتوا السكر ما تحطوش الحليب. أنا هوني زدتها شوية حليب على خاطر قوية شوية الصباح، والمستحسن تبدا هيك فيها شوية حليب. وبعد ما كملت فطوري حسيلو خرجت لبرا للبلكون، الطقس ياسر مزيان، ولا شميسة طالعة صباح باردة بالكدا، أما توا طلعت الشميسة ولا نهير ياسر مزيان ظاهر. لقيت البيانتا هذه اللي شاركتها معاكم المرة الأخرى، ما نعرفش علاش لقيتها ذابلة هكا، النورات اللي فيها كلهم ذابلين. يمكن على خاطر حطيتها في بقعة ظل والطقس بارد برشا. وزيادة ما عطيتهاش الماء من نهار اللي جبتها، ما عطيتهاش الماء، قلت الطقس بارد مع نزيد نعطيها الماء بلكي تموت. حسيلو خفت عليها لا تموت يا اخي. يعني توا ذبلت هكاكا، لقيت هكاكا باش نعطيها الماء. نحاول نعطيها هكا بشويه وندلها بها شويه، ان شاء الله ترجع كيف ما كانت قبل. وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.